كان الصحراويين الأوفياء، لقد كان من الأمان العزيزة علينا أن نزور هذا الجزء من الصحراء المغربية ونجتمع بساكنيه لنشعرهم بما نوليهم وإياها من اهتمام، ولنحيي سنة حسنة جرى عليها ملوك المغرب من قديم. فقد كان من عاداتهم المألوفة أن يقوموا بزيارة الصحراء بين الحين والحين، متعرفين متفقدين لامين السعد، قاضين الحاجات، ناظرين في مصالح الرعية، ساعين فيما يعود عليها بالخير العميم. وإن آخرهم أصولا إليها جدنا المنعم مولاي الحسن، الذي بلغ إليها مرتين ليؤكد وحدة المغرب وسيادة سلطته الشرعية على سائر أطرافه، عندما بدأت المطامع الأجنبية فيها تخرج الأعناق. وإن مما يسعدنا أن يستقبلنا في قرية المحامد التي هي باب صحراء المغرب أبناء الذين استقبلوا جدنا في قرية أخرى من الركبات وتكلتا وأولجم وسواها من قبائل الصحراء السنغوطية، وأن نستمع إليهم ومعهم فقهاؤهم وأدباء وإننا نحيي نفوسهم الأبية وعزماتهم القوية، ونرحب بهم في وطنهم وبين أهليهم وعشيرتهم، ونؤكد لهم بدورنا وليبلغ الشاهد منهم الغائب أننا سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترضاع صحرائنا وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات السكان.